السلام عليكم، مرحبا بكم معي فيديو جديد. نتمنى انه نال الاعجاب ديالكم. شكرا على التعليق ديالكم، مرحبا بالتساؤلات ديالكم. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. اكيد خليو واحد لايك، خليو واحد التعليق، وخليو واحد البارطاج اللي عجبكم الفيديو، وخليو اكيد واحد اللايك باش تكون التشجيع منكم. نتمنى كيف قلت لكم يعجبكم هذا الفيديو. بالنسبه لهذا الفيديو غيكون في واحد الخبيز غيكون رائع زوين صحي 100% بمجموعه من الحبوب او الزرارع على هذا الشكل هذا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم بدون بالخميره بلديه وبدون دقيق يعني ميكس بي او لا دقيق مصنع بدون جلوتين. وندوزو على بركه الله. المقادير غنحتاج 2 كيسان ديال دقيق الروز مطحون ومغربل مزيان، 2 كيسان ديال النشا ديال الذره، وكاس ديال الدقيق ديال الذره. غندوزو هنايا غنوريكم الكاس هذا هو اللي عبرت به، الكميه اللي خديت به كامله. وكاين الحاجه اللي غنقول لكم بغيتو تضيفوها ولا لا. هنا عندي حبوب الشيا، درت 2 معالق اولا ديروا معلقه كبيره، شويه الملحه معاها. وهنا بذور القطونه، غنصايبوا بذور القطونه كيف قلت لكم هنا بدون كومطكواغ بدون دقيق جاهز. هاد البذور القطونه هنا مطحونين، هادو اللي هكا مطحونين اولا كتشريوهم هكا مطحونين تما، اولا كديروا القشور ديال بذور القطونه اللي بغيتو نتوما اللي متوفر لكم. المهم هنا غادا نضيف واحد 10 غرام ديال الخميره، كتبقى اختياريه. يعني نتوما بغيتو الخبيز يخمر لكم بسرعه راه غادي ديروها. انا هنا كنت مزروبه صراحه ومحتاجه هذا الخبز نطيبو مزروب، هذاك علاش درت ضفتها لك 10 غرام. الا كانت الجو حار يعني كاين الحراره ممكن انكم ديروا غير الخميره بلديه وغتسناو حتى يخمر وغياخذ لكم الوقت. انا كنخيركم يعني الناس كيبغيو بالخميره بلديه فقط باش ما يجوش يقولوا لي ماشي صحي ولا في التعاليق. المهم بغيتو بالخميره البلديه غتاخذوا غديروا الخميره البلديه وغتخليوه 5 سوايع كيخمر حتى يضاعف الحجم ديالو، عاد باش كتقرصوه في اللاطه وتخليوه واحد 10 دقائق وعاد باش تشعلوا الفران وتدخلوه الفران ياكو. بغيتو تخمروه عادي يعني راه غادي ديروا الخميره البلديه وتزيدوا 10 غرام ديال الخميره كيف درت انا درت واحد الكميه اللي قليله 10 غرام، راه ما خمراتوش هي بسرعه، خدا واحد الساعه ديال التخمير. ولكن يعني زايده فيه الخميره العاديه ديال يعني ديال الخبز حتى هي بدون جلوتين كيف كتشوفوا هنا. بالنسبه للخميره البلديه راه درت 200 غرام، عبرت 200 غرام اولا عبرت لكم في الكاس باش تعرفوا للناس اللي انا بغيت نعطيكم العبار يعني بالكاس، الناس اللي ما عندهمش الميزان. هذاك علاش شاركت معكم هذا الخبيز بالميزان وبالكاس. بالنسبه الا بغيتو الميزان الدقيق ديروا 200 غرام ديال دقيق الروز، 200 غرام ديال النشا ديال الذره، 100 غرام ديال الذره، و200 غرام ديال الخميره البلديه هي كاس تاع العنبه مع كتكون بالماء وداك الشيء. هذيك الخميره انا مصايبها بدقيق ديال الذره، والناس اللي ما كيبغيوش دقيق ديال الذره صايبوها بإيلان اولا صايبوها بدقيق الروز وهو نفس الكميه غادي تعبروها منها. ديال إيلان كتجي حسن من ديال دقيق الروز. هنايا خديت البسيليوم اولا قشور ولا تاخذوا قشور القطونه كتزيدوهم نيشان على الدقيق. كان هكا البسيليوم مطحون كتاخذوا 2 معالق كبار يعني كتاخذوا واحد 20 غرام، كديروه هكا في واحد الاناء وكتفرغوا لها كاس ديال الماء سخون. هنا ضفت معلقه كبيره ديال العسل، ضيفوا عسل حر، ضيفوا عسل ديال السكر اولا ضيفوا السكر، لكم الاختيار، كل واحد على حسب داكشي اللي كيبغي هو يدير. المهم انا كنشارك معكم الوصفه وكنعطيكم البدائل ديالها الحاجات اللي نتوما بغيتو ديروهم. هنا زدت 10 غرام ديال الخميره كيف قلت لكم باش يخمر لي هذا الخبيز بسرعه، كنت محتاجه انني باش يعني يتكل هذاك علاش. وبالنسبه كتضيف واحد معلقه صغيره ديال الملحه. هنا الخليط ديالي بعد ما خلطته علاش كنديروا هذه العمليه باش كيشرب لينا الماء وكيولي بحال الجيل وكيجمع لينا الخبز وكيجي زوين. يعني ملي كديروه غير مطحون هكا كيكون باقي في ديك الزريعه ديالو، ديروها الطريقه راه كتجيكم افضل. خديتو خويت عليه كاس ديال الماء، انا نعطيكم حتى العبار ديال الماء. كاس ديال الماء خليته حتى طلق هكاك وبرد شويه عاد باش ضفتو. غير الماء كتضيفوه عليه هو سخون، يعني الماء كيكون طايب اللي كتضيفوه على بودر قطونه. درت هنايا المهم كديروا اي زريعه بغيتو تضيفوا شويه الكمون، ضيفوه شويه الحبه السوداء اللي بغيتوه ضيفوه في هذا الخبز هذا. نتوما الزريعه اللي بغيتو كيف قلت لكم ممكن تزيدوا معلقه كبيره ديال زريعه كتان. هنا درت بذور القطونه كديروا 20 غرام، وكديروا حبوب الشيا حتى هي 20 غرام، هادو اللي دخلتهم في الخبز ياكو. بالنسبه للماء راه كنبقى نضيف الكاس بالكاس. انا ضفت الكاس الاول وضفت الكميه اللي كتخلطت بها وضفت الخميره البلديه. المهم مجموع كيحتاجوا واحد 3 الكيسان ديال الماء
اولا 3 الكيسان ونص. يعني الخبيز خاصو يكون كيلتصق، العجينه خاصها تكون كتلتصق لكم في يديكم. انا هنا حاولت نعجنها غير بسباتول، ولكن من في الاخير غندخل في يدي باش ندلك العجينه ديالي مزيان. ممكن ديروها في العجينه وتخليوها تدلك مزيان. صافي. هاد العجينه هادي خاصها تكون كيف قلت لكم كتلتصق، وفي نفس الوقت تكون مرخوفه وما تكونش جاريه بزاف، حيت الخميره البلديه كتجري العجينه. فاش كديروا خميره بلديه العجينه كطرخ عليكم بزاف، كتجيو تقرصوها وديروها في الفران كتسيح. يعني كتسيح وكيجي الخبز رقيق. المهم هانتوما العجينه كيفاش كتكون على هاد الشكل هذا. كندير ليها السلوفان ونغطيوها. بالنسبه ديروا زيت الزيتون، ديروا واحد 4 كاس تاع زيت الزيتون. الا بغيتو تزيدوا تضيفوه في العجينه. انا راه حتى الاخر وغنزيد نضيفو، ندهن به الوجه. وغطيت العجينه وخليتها حتى خمرات ولات على هاد الشكل هذا. نتوما كيف كتشوفوا رائعه زوينه. هنا كناخذ زيت زيتون درتو فواحد الاناء، خديت هنا الزريعه، نورت السمش منقيه هكا، كتباع هكا بدون جلوتين. بالنسبه لهاد الخليط هذا كيكونوا فيه الزراري اللي هي كتكون بحال هكايا حبوب الشيا، الخشخاش، زريعه الكتان. كتزيدوا اي حاجه بغيتو، داك الزلجلان الاسود، الزلجلان الابيض. يعني نتوما باش بغيتو تزينوا الخبيز ديالكم هما فيهم الخشخاش ديروا فيهم اللي يعجبكم نتوما، هما اللي كتزينوا بهم هذا الخبيز هذا. وكتقادوا الخبيز ديالكم هكا وديروا في اللاطه. بطبيعه الحال هذا الخبز كيجي زوين وكيجي كيشبع. يعني خبيزه وحده راه تبارك الله ما شاء الله، اللي كليتوها في الفطور مع زويته يعني زويته ديال العود اللي هي طبيعيه وزوينه، راه شي حاجه اللي فطرتوا بها زوينه وتبقى موكده ليكم هكا في الماكله ديالكم، اولا هكا في الغداء مع مريقه مع طويجين مع اي حاجه خديتو. المهم خبيز اللي هو زوين، انا عجبني بصراحه، وكيجي حتى البنه ديالو كيجي بنين. المهم نتمنى انكم تشجعوني بواحد اللايك وبالتعليق، وتخليو لي رايكم في الفيديو. اكيد بارطاجيو الفيديو باش تعمل فائده، باش نعرف هاد الفيديو راه انهم كيعجبوكم. باش نتحفز حتى انايا ونبقى نصور معكم ونشارك معكم فيديوهات اللي هما هكا كتحتاجوهم. وخليو لي في التعاليق واش بغيتو نلقاو لكم هكا نبقى نشارك معكم فيديوهات بزاف من المخبوزات، اولا يعني متنوعين فيهم كلشي. كيكون فيهم قوتيه ديال الدراري يعني الصغار، يكون فيهم مثلا كيكات، يكونوا فيهم هكا مخبوزات. نتوما شنو كتبغيو زعما في هاد الفيديوهات هادو اللي نشارك معكم؟ خليوهم لي في التعاليق. بالنسبه لهنايا راه درت شي خبيزات في الزريعه ديال هاد، ممكن ديروا حتى الزريعه ديال القرعه. درت زريعه ديال نوار الشمس من القشره، ودرت هنا كميه من الزريعه اللي كيف قلت لكم مخلطه فيها كيما من داك الحبوب الخشخاش، فيها زريعه الكتان، فيها يعني بزاف من الحويجات اللي انا درتهم في هذيك الزراري مخلطين هكاكين. وفيهم هنايا حتى السميده ديال ايلان، غادا ندخلها في الخبيزات ديالي اولا السميده الدرا. يعني كيف قلت لكم كيبقى لكم نتوما باش بغيتو تقرصوهم، ولكن هكا بالزراري صراحه كيجيو زوينين وكيجيو بنان. نتمنى انا من الاعجاب ديالكم. المهم هنا الخبيز ديالي خصني خليتيه يخمر. كتخليو ملي كتكون فيه خميره بديه كتسناو شويه حتى كيخمر، حيت الجو كيكون شويه بدا يبرد. كتخليوهم حتى كيخمروا تقريبا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق، يبان لكم هكا بدا يضاعف الحجم ديالهم. كتدخلوهم على فران اللي كيكون سخون مشعول من الاسفل ومن الاعلى وسخون مزيان. كتشعلوا كتدخلوا الخبيز ديالكم. بغيتو تخليو الخبيز ديالكم هكا، الا شعلتو عليه من الوجه ديالو راه كيجيكم الخبز غليظ شويه. بغيتو خبز رقيق راه كتشعلو غير من التحت حتى كيطيب، وكتهبطوه لتحت وكيتحمر من الوجه ديالو. هذه كمعلومه الا بغيتو الخبز غليظ او لا رقيق. خلينا قطعت معكم خبيزه وتشوفوا كيفاش جا. هنا خليته تبرد. ومن طبيعه الحال هذا الخبز راه ملي كتصايبوه راه كيبرد، راه كيجيكم بحال قاصح، ولكن من بعد راه كيولي ملي كتسخنو كيرجع رطب وطري. هذا هو الخبز ديال البودر قطونه، كيكون بهذه الطريقه هذه ملي كتسخنو كيولي رطب. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم كيف قلت لكم. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالو بالصحه والراحه.